ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. بقالي كتير قوي ما صورتش ويعني واتكلمت في الفيديو، كنت بسجل صوتي. بصوا دي قشطه اللي هي وش الزبادي او وش اللبن. بس يا حمودي بجمعهم كده في علب، فانا عملت الكميه دي بصوا والكميه دي. فقلت بقى خلاص انا مطلعهم بصي بقى، يعني تحطيهم في علبه وش اللبن ووش الزبادي وتحطيهم في الفريزر مش في التلاجة. فانا طلعتهم وهعملهم معاكم دلوقتي، هضربهم عشان نطلع منهم الزبده، والزبده دي هنسيحها وهنعملها سمنه بلدي. فدي طريقه السمنه البلدي للبنات اللي هي مش عارفه. تعالوا بقى معايا اوريكم انا هعملها ازاي. بصوا يا جماعه، ده قوامها. بصوا اهي هي بدات تفك، بصوا فيها تلج اهي جامده ازاي. انا هفضل اضرب فيها لحد لما يعني هوريكم بقى وصلت لحد فين. ماشي، انا هفضل اضرب لان دي هتبقى يعني حته طويله شويه. بصوا اللي ما عندهمش المضرب هم زمان بيضربوها بايديهم، يعني تقعدي تضربي كده بايديكي لحد لما تفصل الزبده عن الميه بتاعتها. فانا مش قادره بصراحه اعمل كده في ايديا، فبضربها بالمضرب. هخلص الخطوه ديت واوريها لكم. بصوا يا حبايبي، هي ما شاء الله هي عملت كميه محترمه، يعني كميه ما شاء الله حلوه كبيره. نسيت اقول لكم معلش يا احمد ثواني. نسيت اقول لكم على حاجه، لازم تضربوها وهي فيها تلج، ما ينفعش تفكوا منكم خالص. فانا هضربها دلوقتي بالمضرب الكهرباء وهوريكم بقى لازم يعني هتفصل الزبده من الميه ازاي. يعني كل خطوه لما اجي اعملها هصورها لكم. بصوا اهي فصلت الميه، فصلت. بصوا انا قعدت ضربتها بايديا عشان المضرب يعني بصراحه خدت وقت. بصوا هجمعها بقى واعملها كور واوريها لكم. بصوا دي اهي الميه دي فيها، بص فيها زبده هصفيها بدي، ودي الكميه اللي انا طلعتها. بصوا امبارح انا مصوره الفيديو ده امبارح، ما عرفتش اكملها علشان ابني كان بيزن. انتوا هتسمعوا صوت ان هو كان بيعيط وانا بقى ايه بكورهم، فانا ما عرفتش اكور دول كور فحطيتهم كده. بصوا حتى دي عملت بالسباتيولا كده. بصوا في حته لقطه في الفيديو اجت وانا ما صورتهاش، لما انا بوريكم الزبده اللي هي بقت في الميه دي. انا صفيت الميه كلها من الطبق ده، اتبقى زبده في الطبق كده لازقه، رحت جايبه الاسباتيولا وطلعتها كلها كده ايه، يعني خدت كله، ما سبتش ولا زبده خالص. الميه دي يا جماعه بتحتفظي فيها ببرطمان او في علبه تحطيها في الفريزر، دي بتعملي بيها المعجنات، تعملي بيها احلى معجنات. الميه بتاعت اللي احنا طلعناها دي بجد بتطلع المعجنات كلها طريه جدا، بيتزا بقى، عيش، اي حاجه. ما ترمحش. انا رميتها لان دلوقتي مش محتاجه ان انا اعمل معجنات. بصوا دلوقتي هنعمل ايه، هحطها في حله وهوريكم بقى هعمل ايه. بصوا حطيتها في حله اهو وهرفعها بقى على النار. تعالوا عشان اوريكم خطوات التسيح بتاعتها مهمه جدا. هروح احطها على النار وهجيلكم. بصوا يا جماعه، اول حاجه اهو حطيت الحله على نار عاليه. بصوا اهي اول ما تسيح بقى كلها وطي النار خالص ونسيبها بقى براحتها لحد لما ايه، هوريكم يعني كل الخطوات بتاعتها. ماشي اهي احنا اول حاجه بس على نار عاليه لحد لما تسيح الزبده كلها تسيح. بعد كده بقى ايه هجيلكوا، يعني اول ما تسيح هجيلكوا. انا هنا وطيت النار عليها خالص اهي. هنسيبها بقى لحد ايه، نعرف ان هي استوت امتى، لحد لما شايفين كل ده ينزل تحت وده كله ما يبقاش موجود، يبقى لونه ذهبي خالص زي لون السمنه كده. وده اللي هو بيبقى المرده دي بتنزل تحت. لما تيجي بقى الخطوه دي انا بصوا موطيه النار خالص، هسيبها بقى تعيش مع نفسها براحتها. ولما تيجي الخطوه اللي انا قلت لكم عليها هوريها لكم، وتبقى كده عملنا احلى سمنه بلدي في البيت. ما كلفتناش حاجه. يا جماعه الناس اللي ما بتجيبش لبن وزبادي خالص وعلى نفسها تعمل بقى السمنه البلدي في البيت، وبرده مش عايزه تجيب زبده وتسيحها عشان الزبده غاليه، ممكن تشتري من عند بتاع اللبن قشطه، اللي هي قشطه بلدي بتتباع في السوبر ماركت او بتتباع عند بتاع اللبن. ممكن تشتريها وتضربيها زي ما انا عملت كده وتعمليها. بس انا بقول لكم ليه انا بحوش قشطه اللي هي بتاعه اللبن، لاني بعمل كيكات على طول وبعمل حلويات. وكمان الزبادي بقى عشان ابني
اي واحده عندها بيبي او عندها اطفال لازم ياكلوا زبادي بلدي الصبح. فباخد بقى الوش بتاعها لاني مش باكله بصراحه، باخد الوش بتاعها وبحوشها. انا رجعت احوش تاني يعني، اهو انا بادئه في قلبه جديده. ف يا والله يا جماعه حلو جدا ونعمل كل حاجه بايدينا في البيت، ونطبخ لهم بيبقى بالسمنه البلدي. عايزه اقول لكم تيست الاكل بيبقى في حته تانية لما تطبخي بالسمنه البلدي، سواء عملتي سحور بقى او بتعملي فطار او بتطبخي عادي في الايام العاديه، الاكل بيروح في حته تانية. فاعملوها بالطريقه دي وانا هجيلكوا هوريكوا بقى وانا بحطها في البرطمان، وكل ده هنشوفه مع بعض. وهوريكوا طبعا واحنا بنطلع المرته. المرته دي عشق الملايين يا جماعه، انا مش بحبها بصراحه، هي طعمها تحفه بس انا مش بحبها. انا دقتها مره من الفضول وطعمها عجبني بس انا يعني ماليش فيها. فهجيلكوا بقى في الخطوه الجايه. بدات تفصل هي عن بعضها وبدا لونها يبقى ذهبي. احنا كده خلاص قربنا، يعني هي داخل كده في السوا، يعني شويه كده وهنطفي عليها. اول بقى ما اطفي عليها هكلم هجيلكوا تاني. بصوا يا جماعه سبايك الدهب ده دهب. خلاص كده هي خلاص دخلت في السوا اهي، بالظبط 10 دقايق بالظبط وهطفي عليها. هجيلكوا بقى وانا بحطها في البرطمان. بصوا يا حبايبي اهي خلصت. بصوا بقى اللي تحت دوت هو ده المرته، نزلت اهي تحت. بصوا بقت صافيه ازاي. دي بقى مش عايزه اقول لكم ريحه الشقه عامله ازاي، ريحتها خطيره خطيره خطيره. احطها دلوقتي في برطمان ازاز اهو. برطمان دوت حماتي على طول بتجيب لي فيه سمنه بلدي، فانا بغسله واسيبه مخصصاه يعني للسمنه البلدي. ف احط فيه دول واحط دول في علبه عشان ايه، دي مش بتترمى دي بتتاكل. احطها في علبه واحط دول في البرطمان وهجيلكم. حبايبي ده كده اخر الفيديو. بصوا اهي دي المرته ودي السمنه البلدي. ثواني حمودي. بصوا اهي عملت معايا، بصوا الكميه دي حلوه قوي قوي قوي. وما تنسوش بقى تدوسوا لايك وسبسكرايب وتعملوا لنا كومنتات، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.